ورحمة الله وبركاته أخواني من داخل العراق وخارج العراق أينما كنتم. نبدأ الآن بالمطر والرعد. الآن الليلة أمطار على المناطق الغربية من البلاد، وأجواء صافية مع ساعات الصباح أمطار على القائم المجمع السكني وحليفة وسمراء. أمطار هذه الأمطار تبقى على تكريت والفجر والتحياط وتكريت وعلى شمال بعقوبة. أمطار وثلوج على الشرقات كركوك السليماني وتصغر مأتو عواصف ثلجية هنا على المناطق الحدودية بينها. وأمطار وثلوج قد تهم سنجار. أمطار وثلوج بسات الصباح. أمطار وثلوج على المصر وشيرازي وقلعة دزة والسليمانية. أمطار وثلوج تختفي تبقى على المناطق الشرقية. يوم الاثنين يتقدم منخفض نحو المناطق الجنوبية الناصرية. هذه الأمطار هنا على أمطار وعواصف ثلجية على الشيك والسماوة هنا أمطار وثلوج على المناطق الجنوبية. ثم تتصل الكوت وبغداد والبصرة، وهنا على الناصرية وبوجد وجنوب السماء والغرب والعمارة أمطار. يوم الأربعاء أمطار على البصرة والكوت والناصرية ثم تختفي. أمطار سليمان تبقى ثم أما بالنسبة لي أتراكم عودة التراكمات. أما بالنسبة لي الثلوج فتراجع الثلوج حتى عن إدهوك. تراجع الثلوج عن المناطق البلادية. وشكرا لكم وتابعونا ودمتم في أمان الله، وشكرا على المتابعة. إذا عجبكم الفيديو من لايك واشتراك بالقناة وتنسوا هناك. راح أنزل قصص منوعة على المنتدى. ستكون قناة مخصصة للقصص والطقس. الفيديو ستكون عن الطقس، المنتدى فيكون عن الطقس والقصص. وشكرا ودمتم فيه، وأتمنى أن توصلوا إلى 1000 مشاهدة قبل رمضان.